اهلا بيكم حبايب قلبي وفيديو جديد ونهار سعيد عليكم كده يا رب. بنكمل مع بعض الفيديو اللي فات اللي كله حماس وطاقة وشغل، وبجد كان يوم مثمر وايجابي. وحسيت كده ان انا في قمة الحمد لله نشاطي، وعندي تجهيزات وعندي تفريزات وعندي حاجات في البيت وعاملة شغل بيتي، وهبدأ بقى أشطب كمان المطبخ اللي قدامكم ده. وعملت بقى السمك، بدأت أغسله. الكابوريا دي يا جماعة، أنا الراجل قال لي هي حجمها صغير مش كبيرة قوي، يعني هي فيها صغير ووسط وكبير، مخلطة كده. بكام يا عم؟ قال لي ب50 جنيه الكيلو. قلت له كويس جدا. جبت منه، او قال لي ايه، لا قال لي الكيلو ونص ب50. جبت منه الكيلو ونص ب50. فطبعا كيلو ونص حلو قوي يكفينا يعني. انا عادة بجيبها تسالي كده، يعني ايه؟ يعني بجيبها نقزقزها، قعدة عائلية كده حلوة، ومهيش وجبة أساسية. فبجيبها اغسلها كويس جدا جدا جدا، واشيل الطرطوفة اللي هي ورا دي، واغسل رجليها وبين رجليها، واشطفها شطفة حلوة قوي. وبعدين احطها في الحلة او في صينية، وما احطش فيها، اسمعوا الكلام ده كويس، ولا نقطة مية. تمام؟ امال بعمل ايه؟ بجيبها بحط فيها قطع طماطمايه، قرن فلفل اخضر او احمر، قرن سبايسي، بحط شوية بصل او اقطع بصلة، بحط كمان البهارات اللي انا بحبها. السمك بيعشق الكمون، فبحط كمون، وبحط ليمون، وبحط كمان فلفل اسود، وبحط كزبرة خضرة، وبحط كمان اللي هي الكزبرة الناشفة، وملح، واظبط الملح بتاعي واولع عليها. لو عايزة اعملها شوربة بقلل البهارات شوية وازود عليها مية. لو عايزة اعملها للأزأزة من غير شوربة كده، بسيبها هي تستوي في ثانية الا ثانية من غير مية خالص، بالمية اللي هتنزل منها. بدل ما انت ايه هتقعدي كده تمسكي والميه تشرشر ومتبقاش حلوه خالص. لكن عايزه شوربه، اعملي شوربه عادي، خدي كام واحده كده اعملوهم شوربه بتبقى حلوه. لكن الطريقه دي بتبقى حلوه، ممكن تعملي الطريقه دي بقى على عين البوتاجاز من فوق او في الفرن عادي برضو سيان. تمام؟ انا عملتها وتبلتها كده، وقمت حطاها ايه في التلاجة، ونسيتها بقى. قلت هعملها ايه بالليل في السهرة عشان ما نلخمش نفسنا في الاكل. يعني ما نبقاش بناكل مثلا سمك مشوي وجنبيه كابوريا وجنبيه مش عارفه ايه، احنا ما بنحبش كده، احنا بنحب نركز في صنف واحد. غسلت البوري كمان وخياشيمه وكده، وغسلت الشبار ده. انا كنت هقليه، بس بصراحه ما كانش عندي وقت انضف واقليه ومش عارفه ايه، قلت اعمله صحي كده مشوي هو كمان وخلاص. تمام؟ البوري يا جماعه في نوعين، في نوع كان ببطروخ وحجمه كبير شويه، وفي نوع كان صغير شويه. انا عن نفسي بحب البوري البلدي اللي هو حجمه صغير، بحبه جدا، وبحب اللي فيه بطروخ. اي حاجه مبطرخه انا بعشقها. الرنجه بحب البطروخ المرمل بتاعها ده، الروسي، السمك الروسي بعشقه، ومشوي كده في ورق ماشي ويتملح بقى كده ملح وليمون. بس انا بحبش املح السمك المشوي غير بملح وليمون. ماشي؟ حطش ميه خالص، واعصر كده الليمون كده عليها، وتكون مبطرخه. البطروخ الابيض بتاع الروسي ده بقى حلو قوي. اكلات اتعودنا عليها، ويا ريت نعود ولادنا عليها. تخيلوا يا جماعه، انا كنت بجيب السمك الروسي ده، جبته ب3 ونص، 3 جنيه ونص، وجبته ب5 ونص، وجبته دلوقتي حاليا هو ب200 وشوية. يعني متخيلين فرق السعر عامل ازاي يعني. المهم، عملت بقى شوية تجهيزات كده وانا واقفة. وبمناسبة ان انا بقى شويت السمك كله، عملت بصل فرمته. طبعا الكبة دي بتغلبني ليه؟ لان عايزة ظبطة معينة، وعايزة تحط فيها
حاجات معينة، وخدوا بالكم لازم تبقى مظبوطة بالملي يا جماعة قبل ما تشتغلوا فيها. طبعا انا كنت سلقت بقى البنجر بعد ما غسلته كويس، وسلقته بقشره بتقشر بكل سهولة، وبطلعه ماسك نفسه شوية، مش مية مية قوي. بقطعه مكعبات كده، اشيل منه جزء في الفريزر واخليه جزء في التلاجة، باكله كده ايه مع السلطة. طعمه حلو مسكر وجميل. طبعا مفيد جدا وحلو للانيميا، ومش عايزه اقول لكم يعني فوائده ايه. وبحب اكله قوي قوي في رمضان. طبعا عندي كمان السبانخ بعشقها، واحنا هنا بنعشقها. بعملها وبحطها جاهزة على التسخين. بعملها بايه؟ بحط فيها معلقتين رز. يعني السبانخ لما باجي اعملها بحط فيها معلقتين رز. انا دلوقتي هعمل الطريقة بتاعة السبانخ. بصل، وتقلية عادية جدا، فص توم، معلقتين زيت، الصلصة، البهارات، كزبرة، كمون، فلفل اسود، ملح، بابريكا لو عايزة. وقلب قلب قلب قلب، بقى عندي الصلصة بتاعت السبانخ موجودة. طبعا السبانخ وانا بحطها على النار بحط معاها كبشة خضرة كده مشكلة، بتبقى حلوة اوي، بتدي طعم حلو. يعني دي سبانخ وخضرة. تمام. هنا بقى وانا واقفة كده برضو جهزت الصلصة بتاعة المحشي. عندي البصل متقطع، وبحط ملح وبحط كمون وبحط كزبرة ناشفة، وبحط طبعا بهارات محشي، وبحط كمان اللي هو المعلقتين صلصة، وبقلب قلب قلب، والملح اظبطه، والخضرة المشكلة، وتاكلي اجمل صباع محشي في الدنيا، بيدخل على القلب على طول. بس ما تكتروش منه. بحبكم جدا ومع السلامة.